طب وانت يا اخي لما عدت تخطئ الشرير لا يمسك؟ اهو بيطبق على نفس الكلام، بس يقول لك انا عايش في النعمة وقد تجددت. صحيح انك انت عايش في النعمة، ولكن ايضا ضعفك موجود وجايز تقع بسبب ضعف. الفريسي لم ينسحق قلبه لأنه لم يتذكر خطاياه ولم يطلب مغفرة، ولذلك في غروره وفي كبريائه لم يشفق على غيره بل أدان الآخرين. بينما الكتاب بيقول في عبرانيين 13 آية 3: اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون مثلهم، واذكروا المذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. ده على رأي القديس يوحنا القصير، كان حينما يرى شخصا خاطئا كان يبكي ويقول للشيطان: وقع الأخ ده النهارده، جايز يوقعني أنا بكرة، وجايز هذا الإنسان اللي وقع يتوب، وجايز أنا أقع وما توبش. فكان يبكي على غيره. لو كان يعني كل واحد مولود من الله لا يخطئ، امال ليه السيد المسيح علمنا في الصلاة الربانية ان نقول لله: اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن ايضا؟ ده المفروض ان المولود من الله لا يخطئ، لكن اللي بيحصل ان احنا بنخطئ. عشان كده في صلواتنا بنقول لربنا: لست مستحقا ان ادعى لك ابن. نحن حينما نطلب المغفرة لا نطلبها بطريقة شكلية، يعني مجرد ان ربنا قال لنا قولوا اغفر لنا ونقول اغفر لنا، لا، احنا بنقول لان احنا مقتنعين ان احنا اخطأنا وبنطلب من ربنا ان يغفر لنا. نقطة ثانية في حياة الفريسي، انه شعر انه بار لانه قارن نفسه بمستويات ضعيفة او مستويات ساقطة. قارن نفسه بالظالمين الخاطفين الزناه. عشان كده قال: اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناه. طب وليه يقارن نفسه بالمستويات دي؟ ما قارنش نفسه ليه بالابرار؟ حاجة عجيبة. ده زي تلميذ سقط في درسين فيقول له: اشكرك يا رب اني لست مثل الطلبة اللي سقطوا في 4 علوم. او ان هو نجح بمادتين تكلف فاقول له: اشكرك يا رب اني لست مثل الذين رسبوا اعادوا العام. فبيقارن نفسه بمستوى اوقع. على رأي المثل: الاعور وسط العميان سلطان. فده بيقول له: سأفعل السلطان ولا الأعمى؟ ده بيقول له: أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناه. طب ليه بتتكلم على الزناه وإنك أنت أفضل من الزناه؟ ما جبتش ليه مثل يوسف الصديق في بره وفي ارتفاعه عن مستوى الخطية؟
بيقول له أشكرك لأننا أصوم يومين في الأسبوع. طب ليه ما قارنش نفسه بدانيال النبي اللي قضى طول مدته لا يأكل إلا القطاني، العدس يعني النبات، ولما صام قال صمت 3 أسابيع أيام لم آكل شيئا شهيا ولا دخل في فمي لحم ولا خمر، ما فيش شيء مشتهى ياكل. ليه ما يقارنش نفسه بالمستويات العالية في الصلاة، في الصوم، في الناس اللي كانوا لا يوجد في فكرهم إلا الله، كما قال الرب في سفر التثنية إصحاح 6: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك. المفروض فينا ان احنا لا نفعل مثل هذا الفريسي الذي يقارن نفسه بالظالمين الخاطفين الزناه، انما يجب ان تكون لنا مثل عليا قوية مرتفعة، مثل قول الكتاب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس قال الرب، أو القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الله، أو كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل، أو كما قال يوحنا الحبيب: كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا. في الحقيقة أن ربنا سمح بارتفاع القديسين في درجات عالية جدا، حتى ان احنا في كل فضيلة نجد مثلا عاليا قد لا نستطيع الوصول اليه فنتضع. زي انسان يقول له: أشكرك يا رب إني لست مثل هذا الرجل البخيل أو الراجل الزاني، وجايز هو فعلا لا واقع في البخل ولا الزنا، لكن جايز وقع في الإدانة وفي الشتيمة. على رأي القديس باسيليوس الكبير لما قال: ماذا أفعل لو عملت كل الفضائل وقلت لأخي يا أحمق، وبهذا تقع علي الآية اللي بتقول: من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم. ربنا اللي قال: لا زناه يدخلون ملكوت السماوات، قال: لا شتامون يدخلون ملكوت السماوات. ده الفريسي ده كان في صلاته حتى بيعاير ربنا، لأنه لما بيقول له: أعشر جميع أموالي، يعني أنا بديك العشور. طب يعني أنت بتدي له العشور من عندك؟ هو اللي أعطاك الفلوس كلها، وهو اللي أعطاك العشور اللي بتديها له، وهو اللي أعطاك الرغبة في أن تعطي. هو أيضا من ضمن الأخطاء التي وقع فيها تحقيره لباقي الناس، مفيش في قلبه محبة، بل عنده احتقار لغيره، بينما كلنا تحت الآلام. على رأي معلمنا يعقوب الرسول لما بيقول: إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا. فاللي يشعر أنه هو تحت الآلام لا يدين غيره. كل ده قلناه عن الفريسي. من جهة العشار
كانت له فضائل كبيرة. أول حاجة بيقولها عنها الكتاب إنه وقف من بعيد، يعني ما دخلش جوه الهيكل، وقف من بعيد، شاعر أنه لا يستطيع أن يقترب، مع أنه وقف من بعيد إلا أنه كان أقرب الموجودين إلى الله.